Ô, galera, tem barulho em volta, hein? Nossa, mano! يا أهلا بكل متابعين ومشاهدين قناة وليد عمر للرعب. لو أول مرة بتشوفني أو أول مرة بتشوفي القناة، أنا اسمي وليد وبنقدم محتوى رعب هيعجبك جدا. بس أتمنى منك لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات على الكل عشان يوصلك كل جديد بنقدمه في القناة. وياريت تشارك الفيديو مع كل الناس اللي بتحب الرعب وبتحب تتفرج عليه. وأهم من كل ده ياريت تكمل الفيديو معايا لحد الآخر عشان جايب لكم مقاطع من أرعب المقاطع اللي هنشوفها مع بعض النهاردة. مقاطع مرعبة ومخيفة جدا وغريبة. الفيديو الأولاني لشاب كان قاعد في بيته وكان بيتفرج على التلفزيون، ولكن وهو قاعد حس بدربكة في المطبخ والحاجات بقت بتترمى على الأرض وحاجات غريبة بتحصل. ولما قام يشوف ايه اللي حصل لقى المعالق والشوك مرميين على الأرض، ولما شالهم حطهم في الدرج وقفل الدرج وراح يكمل قعدته قدام التلفزيون. بص في التلفزيون لاحظ ان في كائن غريب جدا واقف وراه، شكله غريب ومرعب جدا. تعال نشوف الفيديو. Chip! What the fuck? You gotta come out. What the fuck? Shit. وزي ما شفنا في الفيديو ان الشخص كان قاعد بيتفرج على التلفزيون وكان مركز جدا، لكن سمع صوت دربكة في المطبخ. قام يشوف في ايه اللي بيحصل في المطبخ، لقى المعالق واقعة على الارض وحط المعالق في الدرج. ولكن اللي حصل معاه كان مرعب جدا، لانه لما رجع قعد قدام التلفزيون لاحظ ان في كائن مرعب جدا واقف وراه. ياريت تسيبولنا رأيكم في التعليقات. الفيديو اللي جاي مغامرين دخلوا مكان مهجور للاستكشاف، ولكن حصل معاهم حاجات مرعبة جدا ومخيفة جدا. لان دخلوا المكان لاحظوا ان في طلاسم على الحيطان وحاجات كتيرة مكتوبة ملهاش اي تفسير. ولما خرجوا من المكان لقوا حفرة كبيرة جدا. لما المغامر قرب منها ولعت نار بطريقة مرعبة جدا وادت ضوء احمر كأنه ضوء بيدي معنى انه الشيطان موجود في الحفرة دي ومحدش يقرب منها. تعال نشوف الفيديو وياريت تسيب لنا رأيك في التعليقات. Ó. Thor, levanta aí, mano. Ô, galera, tem barulho em volta, hein? Nossa, mano! Meu Deus do céu, o que é isso, mano? Mano! Ô, galera!
وزي ما شفنا في الفيديو ان الاشخاص لما دخلوا المكان المهجور واحد منهم اتصاب ووقع على الارض، وكان اللي اتصاب ده بص لقى الحفرة قدامه. لما زميله راح يلحقه الحفرة طلعت نار بطريقة مرعبة جدا، لدرجة ان هم خدوا بعضهم كلهم وشالوا زميلهم اللي مغمى عليه وخرجوا من المكان. ياريت تسيبولنا رأيكم في التعليقات. الفيديو اللي جاي لشاب كان مأجر شقة جديد وما كانش لسه جاب العفش بتاعه فيها، ولكن وهو قاعد لاحظ ان في جسم واقف ناحية الباب، بس ما كانش ظاهر قوي، لدرجة ان هو قام بص ملقاش اي حاجة. تعال نشوف. وزي ما شفنا في الفيديو ان الشخص كان قاعد ومأجر الشقة لسه جديد، بس ما حطش العفش بتاعه فيها، ولكن وهو قاعد لاحظ ان في ظل اسود واقف ناحية باب المطبخ، لدرجة ان هو قام من مكانه عشان يتأكد ان في حاجة موجودة ولا لأ. لكن شاف قدامه ان مفيش حاجة واقفة، بس الكاميرا ظهرت البني ادم اللي كان واقف ده. ياريت تسيبولنا رأيكم في التعليقات. وبكده الفيديو بتاعنا خلص. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات على الكل عشان يوصلك كل جديد بنقدمه في القناة. وياريت تشير الفيديو في كل مكان، وما تنساش اهم من كل ده انك تدعمنا بلايك. واشوفكم في فيديو جديد. كان معكم وليد من قناة الرعب، واوعى تنسى تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. سلام.